هل يستطيع المدافع المغربي أن يحل أزمة برشلونة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقطع. شادي رياض وصفه تشافي مدرب برشلونة بكونه عدواني ويملك بنية جسمانية قوية، كما يصفه الكثيرون بقلب الأسد نجم برشلونة السابق بويول. فمن هو شادي رياض؟ ازداد شادي رياض في 17 من يونيو 2003 في إسبانيا. يحمل جنسية مزدوجة مغربية وإسبانية. وقع مع نادي برشلونة وهوى لأن يلعب مع النادي الرديف في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني. يتميز شادي رياض بأنه قوي الشخصية والبنية، ويمتلك مهارات رائعة بقدمه اليسرى، وهو قائد داخل الملعب ويمنح الكثير من التعليمات لزملائه، كما يجيد الخروج بالكرة من الدفاع، وقد يكون له مستقبل زاهر مع برشلونة، خصوصا بعد استدعائه للفريق الأول لبرشلونة. فهل يستغل الفرصة شادي رياض ويحصل على الرسمية مع فريق برشلونة؟ خصوصا بعد الأداء الباهت الذي قدمه بيكي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا أمام الإنتر ميلان. وإصابة أروخو إصابة بليغة والتي سوف تبعده عن الميادين لعدة أسابيع. فهل يستغل المغربي شادي رياض هذا الوضع ويحصل على الرسمية مع برشلونة ويحل أزمة المدافعين التي يعاني منها الفريق؟ وعلى مستوى المنتخبات، لعب شادي رياض مع منتخب المغرب تحت 20 عاما في مباراة واحدة كانت ودية وسجل فيها هدف، ولم يحدد حتى لأن أي البلدين سوف يختار. إلا أنه هناك مجموعة من المعطيات التي تؤكد تمثيله للمنتخب المغربي، حيث نشر اللاعب مجموعة من الصور تظهر افتخاره بانتمائه للمغرب.